أسعد لحظة بتعدي على أي أم في الدنيا لما ولادها بيكبروا وتجوزهم وتشوف كل واحد فيهم في بيته وتستنى إنها تشيل عيالهم. لكن اللي حصل معايا كانت حاجة مختلفة، لأني سلمت ابني الكبير لشيطانة بإيدي. ويمكن شيطانة دي وصف قليل على اللي مراته عملته فينا. دي مش بس قتلته لوحده، دي كانت عايزة تقتل العيلة كلها علشان تورث البيت هي وعشيقها ويعيشوا حياتهم براحتهم. فخلوني أحكي لكم القصة علشان تعرفوا كل اللي حصل معانا. أنا أم ل3 رجالة عايشين في قرية من قرى محافظة الغربية، ناس متوسطين وعايشين حياة عادية. ابني الوسطاني متجوز ومستقر، وكان جه الدور على ابني الكبير إن هو كمان يتجوز ويكون صاحب بيت، لحد ما اتجوز واحدة اسمها صباح. وفي الأول كانوا عايشين حياة عادية زي أي 2 متجوزين، وخلفوا بنت كانت كل الدنيا بالنسبة لنا، لحد ما جه اليوم اللي محدش قدر ينساه في القرية بتاعتنا كلها. لما دخلت مرات ابني تصحيه علشان يروح الشغل الصبح، هو لقيته ما بينطقش، وعلشان تحبك الدور ومحدش يشك فيها فضلت تصرخ وتعيط وتنادي عليه. ولما تلمينا كلنا عرفنا انه مات، بس مات وهو نايم، يعني موتة طبيعية مفيش فيها أي حاجة. ولما جه دكتور الوحدة الصحية علشان يطلع تصريح الدفن كان لازم يكشف عليه، وكشف عليه وقال إنها موتة طبيعية ومفيش فيها أي شبهة ولا أي حاجة. وعدى عليا أصعب إحساس في الدنيا لما راح مني ابني الكبير وهو لسه في عز شبابه، ومن غير ما يكون بيعاني أو بيشتكي من أي أمراض أو بياخد أدوية. وفضلت صباح عايشة في وسطينا هي وبنتها لحد ما خلصت شهور العدة بتاعتها. وساعتها قلنا لها إن عم البنت أولى إنه يربيها، وإنتي أولى تتجوزي أخو جوزك الصغير أحسن من الغريب. وأقنعنا ابني الصغير إنه يتجوزها علشان يحافظ عليها ويخلي باله من بنتها، ما هي بنت أخوه في الآخر، مين هيخاف عليها قده؟ وفعلا صباح وافقت واتجوزوا. وبعد 3 شهور بس وبنفس الطريقة الأولى اتفاجئنا بصباح بتصرخ وبتعيط وهي داخلة تصحي ابني الصغير علشان يروح الشغل، واتفاجئت إنه ما بينطقش ومات وهو نايم. وبرضه نفس الطريقة جه الدكتور وكشف ولقى الموتة طبيعية وادانا تصريح الدفن. ووقتها بدأت الإشاعات والحكايات تنتشر في البلد كلها، اللي يقول إن البيت مسكون والجن هو اللي قتل الأخين، واللي يقول إن الأرض تحتها آثار والحفر اللي حوالينا ده كله ملوش علاقة بالزراعة ولا حاجة، وإن في حد بيحاول يحفر علشان يطلع الآثار اللي تحت، والجن خرج وجي ينتقم مننا، وبعد ما يخلص علينا هيدخل على بيت جديد في البلد. وبدأت الناس تخاف والرعب ينتشر بينهم، لكن الشيطانة الحقيقية عايشة في وسطنا من غير ما تلفت انتباه حد، لحد ما جه اليوم اللي رجع ابني الوسطاني من الشغل وجه يزورني في شقتي ولقاني مرمية على الأرض بنفس طريقة اخواته ال2. وبرضه دكتور الوحدة قال نفس الكلام بتاع كل مرة، موتة طبيعية ومفيش أي شبهة جنائية. وبكده صباح قتلت 2 اخوات كانت متجوزاهم، وقتلت أمهم كمان، وما تبقاش في البيت كله غير ابني الوسطاني ومراته. ومن بعد ما الجو فاضي عليها كده بقت تبعت تجيب عشيقها يزورها في البيت، وتقول لبنتها ده ابن خالي وجاي يطمن عليا. وأي حد كان بيسأل مين ده كانت بتقوله نفس الكلام، ومحدش كان بيركز معاهم، وكل واحد كان مشغول في حاله. لحد ما في يوم كان عشيق صباح جاي يزورها في وقت متأخر، ومرات ابني الوسطاني أخدت بالها وبدأت تركز وتحس إن في حاجة غلط بتحصل في البيت، وراحت علشان تتكلم معاها. لكن صباح قالت لها إنه جاي يطمن عليها ويشوفها لو عايزة حاجة هي وبنتها، وخصوصا إن ما بقاش ليهم حد. وبعد كام يوم كان ابني راجع من شغله وسمع صوت ابنه الصغير بيعيط، ولما جري علشان يشوفه ماله اتفاجئ ان مراته مرمية على الارض وميتة. بس المرة دي كانت مختلفة، الدكتور لاحظ ان في اثار احمرار على رقبتها وعرف ان في شبهة جنائية وبلغ البوليس. ولما الشرطة حققت عرفوا ان في اثار خنق على الرقبة، والحاجة اللي تم استخدامها هي إشارب حريمي وهو ده سبب الوفاة. وطلع التقرير موت بالخنق مش زي كل مرة، وفضلت التحريات شغالة ومش عارفين مين اللي عمل كده، ومفيش أي بصمات على الجثة ولا عارفين مين اللي خنقها.
ومن وسط كل ده بيجي الشخص الوحيد اللي قدر يحل اللغز ويكشف كل حاجة، وهي بنت صباح اللي قررت تتكلم وحكت للشرطة إن بعد ما باباها مات كان في واحد بيجي البيت عندهم، وكانت دايما بتسمعهم بيتكلموا مع بعض إنهم هيخلصوا على العيلة كلها وهيورثوا البيت ويعيشوا مع بعض براحتهم بعد كده. فبدأت الشرطة تراقبها وتراقب الراجل اللي كان بيجيلها، ولما مسكوهم وضغطوا عليهم اعترفت صباح بكل حاجة، وإنها كانت بتحبه قبل ما تتجوز ابني الكبير ب4 سنين، وكانوا عايزين يتجوزوا بس حالتهم المادية كانت صعبة وأهلها عمرهم ما كانوا هيوافقوا. علشان كده قررت إنها تتجوز ابني وتخلص عليه وتاخد فلوسه وتروح تعيش مع عشيقها. وحكت صباح إنها كانت بتستخدم سم الزرنيخ علشان ملوش طعم ولا ريحة ولا بيغير طعم الأكل والشرب. ولما اتسألت عن مرات ابني الوسطاني ليه قتلتها بالإشارب، قالت إنها اديتها السم بس كانت كميته قليلة، وده خلى المفعول بتاعه ما يشتغلش بسرعة. علشان كده كانت عايزة تتأكد إنها هتموت علشان ما تفضحهاش وتقول إن في واحد بيجيلها البيت وإنه مش ابن خالها ولا حاجة. وبعد فترة من التحقيقات الشرطة اكتشفت إن صباح ليها جريمة تانية في بيت تاني خالص، وهي إنها قتلت مرات عمها بنفس الطريقة بتاعت سم الزرنيخ، ومحدش عرف أي حاجة لأن أعراضه بتبان إن الموتة طبيعية، علشان كده محدش كان بيدور عليها. لكن اللي كان مفاجئ لكل الناس إن صباح كان ليها شريكة، وهي أمها اللي كانت بتشجعها وبتخطط معاها وبتقول لها تعمل إيه، ومرحبة بفكرة إنها تخلص من العيلة كلها علشان تاخد البيت وتورث الفلوس والأرض وكل حاجة. وبعد ما الشرطة أثبتت الجريمة على صباح واعترفت على نفسها اتحكم عليها بالإعدام، أما عشيقها وأمها اتحكم عليهم بالسجن. ودي كانت نهاية قصتي البشعة، بس احنا معذورين لأننا ما كناش نعرف إننا بنربي وحش في بيتنا هيخلص علينا كلنا.